ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل وصفة كفتة خطيرة، كفتة بالخضار في الفرن كده، طعمها جميل جدا. الوصفة دي والله انا مش فاكرة بلدها ايه، الماني ولا حاجة تانية، مش فاكرة بصراحة. بس هنعملها بربع كيلو لحمة مفرومة. هنبدأ مع بعض كده، ايه ده تاني فيديو لفكرة نعمل ايه بربع كيلو لحمة مفرومة. هنبدأ مع بعض كده سلسلة من الفيديوهات دي عشان نشوف نقدر نعمل ايه بربع كيلو بس من اللحمة. تعالوا بقى ايه نشوف دي تاني وصفة. تمام. عندي هنا بطاطساية وجزراية وبصلاية، تمام، وبقدونس. اول حاجة ببشرهم كلهم بنفس الخانة، ماشي، او تقدروا تعملوهم في الكبة. انا بس حبيت ايه، مش كل الناس عندها كبة، حبيت ان انا اعمل بالمبشرة عشان الفكرة توصل، انما نقدر نحط كل ده في الكبة وخلاص. ببشر البطاطس كده بالشكل ده. طبعا البطاطس مش مسلوقة، بطاطس نية، انا مقشراها وشطفاها، بس ده اللي عملته في البطاطس. تمام. بعد ما نبشرها هجيب طبق واصفيها من المية بتاعتها، انا مش عايزة المية بتاعت البطاطس خالص خالص. تمام. صفه كويس جدا جدا يعني جدا عشان الكفتة ما تفكش يعني. بس دي اهم حاجه. تاني حاجه ببشر الجزر عادي، الجزر ما فيهوش ميه، يعني ما فيهوش ميه قوي، فمش محتاج ان انا اعصره ولا حاجه. الحاجه التانية اللي هتتعصر هي البصل، وميه البصل دي اركنها لان انا عايزاها في حاجه تانية. تمام. بعصرها برضو في طبق وبركنها لاني هحتاجها. تقدروا كمان تستخدموها في تتبيل البانيه، وتقدروا كمان في تتبيل البفتيك والفراخ والحاجات دي كلها نقدر نستخدم ميه البصل، ما ترموهاش. عارفين البصل بقى بكام دلوقتي، فهناخد كل حاجه. قطعت البقدونس وحطيته كده مع الخضار. حطيت اللحمه ربع كيلو، وهحط ملح وفلفل اسود وشويه من السبع بهارات وجوز الطيب، طبعا اللي هي حبيبتي مع اي كفته بحب احط جوز الطيب. ماشي. رشه كده بسيطه من جوز الطيب، وهنحط بيضه، وهحط 3 معالق من البقسماط ومعلقه من السمنه. لو عايزينها بقى وصفه هيلسي مش هحط السمنه ولا البقسماط، هستبدل البقسماط بدقيق شوفان. تمام. مش هحط سمنه اصلا بقى، هنكتفي بالدهون اللي في اللحمه بس. لو عايزينها وصفه هيلسي فهتنفع جدا. ماشي. هعجن بقى كل الكلام ده كويس قوي في بعضه، كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. انا ما وقفتش الفيديو خالص، انا بس بسرعه. انا عايزه القوام يبقى كده. هنا زودت المعلقه الثالثه، انا كنت حطيت الاول معلقتين عشان كده قلت لكم 3 لكل الاجمالي يعني. تقدروا بقى تشكلوها زي ما انتوا عايزين تعملوها بقطعات الناجتس براحتكم، عايزين تعملوا اي شكل. هنا عملتها زي اقراص كده صغننه، ما عملتش الشكل ده معاكم خالص قبل كده، فقلت اعمل الشكل ده يعني كتغيير. زي ما قلت لكم نقدر نعملها كور، نقدر نعملها صوابع، اي حاجه. دي الكميه اللي طلعت من ربع كيلو لحمه مفرومه، طبعا كميه ممتازه. فاكرين ميه البصل؟ هزود عليها بقى ايه، شويه من البابريكا، شويه من البابريكا، ويا ريت بقى لو بابريكا مدخنه. وبحطها كده على الكفتات بتاعتي. بعد ما ادخل الكفته الفرن شويه 10 دقايق ولا حاجه تتشمع كده وتدخل في السوا، بطلع الكفته وبحط فيها او برش عليها من ميه البصل دي. بتديها بقى نكهه يا جماعه خطيره خطيره بجد. جربوا التركه دي، مهمه قوي قوي قوي. ماشي. بدهن كده كويس قوي الكفتات، ودخلتها تاني وطلعت باللون الحلو ده من زي ما قلت لكم ميه البصل والبابريكا. تقدروا كمان تضيفوا معلقه من الصلصه، بس ما حبيتش الموضوع يدخل فيه طماطم وكده، حبيت انها تفضل كده. الكفته بقى من جوه كانت طريه بقى طراوه، مش قادره اقول لكم قد ايه. طبعا ما فكتش نهائي خالص، ما تخافوش، كانت رهيبه. انا عملت جنبها رز مبهر كده وطبق من السلطه. كانت وجبه يعني حلوه، حلوه جدا. وبس، يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم والفكره كمان عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ده بليز بقى دعموني بلايك وشير، وكمان اعملوا سبسكرايب لاول مره يشوفني. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.